بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أبنائي طلاب الصف التاسع في متابعة سلسلة دروسنا في مادتي الفيزياء والكيمياء لهذا العام، حيث كنا ندرس أنواع التفاعلات الكيميائية. وكما تعلمون أنها 4 أنواع للتفاعلات، ذكرنا 3 أنواع وبقي النوع الرابع. نستذكر مع بعضنا على عجالة أنواع التفاعلات الكيميائية. معنى تفاعلات أبناء الطلاب؟ نعم، تعني تغيرات. تفاعلات تعني تغيرات. طيب، لدينا نوعين من التغيرات الآن، نقول الكيميائية. ما الفرق بين التغيرات الكيميائية والأخرى، أو هي التغيرات الفيزيائية؟ التغيرات الفيزيائية تحدث على شكل المادة أو حالة المادة، أما التغيرات الكيميائية فتطرأ أو تحدث على جوهر المادة، فتغير في بنية وتركيب المادة. كم نوع من التفاعلات الكيميائية لدينا؟ 4 أنواع من التفاعلات الكيميائية. النوع الأول وهو تفاعل الاتحاد، وقلنا في تفاعل الاتحاد تتحد مادتان أو أكثر لتعطي مادة واحدة، وذكرنا مثال عليها الحديد في الحالة الصلبة زائد الكبريت كذلك في الحالة الصلبة يعطينا بالتسخين في جفنة خزفية إلى درجة حرارة معينة مادة واحدة تسمى كبريتيد الحديد الثنائي. كبريتيد الحديد الثنائي. إذا مادة أولى زائد مادة ثانية يعطينا مادة واحدة. المعادلة كما تلاحظون أبناء الطلاب موزونة لدينا حسب قانون لافوازيه. المواد في التفاعلات الكيميائية تكون محفوظة كما ونوعا. نوعا لدينا حديد، ذرة حديد، كبريت. كما هذا نوعا. أما كما مجموع كتل المواد الداخلية يجب أن يساوي مجموع كتل المواد الناتجة. هذا النوع الأول من التفاعلات، تفاعلات الاتحاد، مادتان يتحدان فيعطيان مادة واحدة. الآن تفاعلات التفكك هي عكس تفاعلات الاتحاد، حيث تتفكك فيها مادة واحدة ككربونات الكالسيوم. أبناء الطلاب، كربونات الكالسيوم بالتسخين تتفكك إلى مادتين رئيسيتين هما CaO أكسيد الكالسيوم زائد الغاز الشهير غاز ثاني أكسيد الكربون، والذي نعم يتم الكشف عنه بأنه يعكر رائق الكلس. لاحظوا أبناء الطلاب، مادة واحدة تعطي مادتين، وهذه المعادلة موزونة أبناء الطلاب كما تلاحظون كما ونوعا. النوع الثالث من أنواع التفاعلات هو تفاعلات التبادل. نعم، وفي تفاعلات التبادل ذكرناها من ناحيتين أو زاويتين: تبادل الأحادي أو الإزاحة، وتفاعل التبادل الثنائي. طيب، تفاعل التبادل الأحادي أو الإزاحة حيث يقوم العنصر الأنشط كيميائيا كالزنك بإزاحة العنصر الأقل نشاطا كيميائيا في مركبه، مثلا حمض كلور الماء HCl حمض كلور الماء. يقوم الزنك وهو الأنشط كيميائيا بإزاحة غاز الهيدروجين من مركبه لأنه أنشط كيميائيا. نعم، فيعطينا الآن ZnCl. لاحظوا الآن يتم تبادل مبادلة التكافؤات. الZn تكافؤها 2 فZnCl 2، الCl تكافؤها 1 والواحد لا حاجة لكتابته، زائد ينطلق لدينا H يخرج خارج المركب الأول الذي كان فيه، ولكن الهيدروجين لا يمكن أن يوجد بشكل ذري، فلذلك يخرج على شكل جزيء غاز الهيدروجين H2. كيف يتم الآن الكشف عن غاز الهيدروجين؟ نعم، بتقريب عود ثقاب مشتعل فيتوهج بلهب أزرق مع صوت طقطقة أو تكسير. الآن هذه المعادلة هل تحتاج إلى موازنة؟ نعم، تحتاج إلى موازنة. لاحظوا أبناء الطلاب، Zn لدينا ذرة قبل السهم، ذرة بعد السهم. الهيدروجين لدينا ذرة واحدة قبل السهم، لدينا ذرتان بعد السهم، فلذلك الآن نضرب برقم 2. ذرتين هيدروجين. الآن كلور بعد السهم لدينا ذرتين، قبل السهم كانت ذرة ضربت باثنين، ذرتين بذرتين. الآن نسمي المركبات الناتجة والداخلة: Zn الزنك، HCl حمض كلور الماء، ZnCl 2 كلوريد الزنك زائد غاز الهيدروجين. الآن التبادل الثنائي حيث يتبادل عنصران في مركبيهما، وأخذنا مثال على ذلك ملح الطعام كلوريد الصوديوم زائد نترات الفضة AgNO3. ننتبه إلى كتابة
الرموز أبناء الطلاب، الحرف الكبير نكتبه كبير والصغير نكتبه صغير. NaCl كلوريد الصوديوم، AgNO3 نترات الفضة، فيعطي الآن ما الذي يحصل؟ يتبادل عنصري الفضة والصوديوم الأماكن، فينتج لدي الآن NO3 نترات الصوديوم زائد، طبعا نترات الصوديوم يكتب على شكل ايوني، ايون موجب وايون سالب، زائد AgCl كلوريد الفضة. وكلوريد الفضة هو عبارة عن ملح قليل الذوبان، ولذلك يترسب في قعر الإناء، وهو الذي يدلني على حدوث التفاعل. فإذا الآن هذا النوع من التفاعل دليل حدوث التفاعل تشكل الراسب. وتفاعلات التبادل الثنائي لدينا 3 شروط يجب أن يكون أحد النواتج إما راسبا أو غاز طيار أو مركب ضعيف الثبات. وبالتالي تفاعلات التبادل ككل هي التفاعلات التي يزيح فيها عنصر نشيط كيميائيا عنصر آخر في مركبه أقل نشاطا، أو يتبادل فيه عنصران أماكنهما في المركبين، ويكون أحد النواتج إما راسبا أو غازا طيارا أو مركب ضعيف الثبات. هذه بالنسبة للمراجعة. الآن نصل إلى النوع الأخير من أنواع التفاعلات الكيميائية، وهو تفاعلات الاحتراق. نجري تجربة أمام الطلاب، تجربة بسيطة، ننتبه إلى هذه التجربة ولكن يجب أن نكون حذرين. فهذه ورقة، نحرق هذه الورقة، لاحظوا الآن الورقة اشتعلت، وضعناها في الكأس ثم نضعها بهذا الشكل. لاحظ أن النار انطفأت. ما الذي حصل؟ الآن نمسك الكأس، فيها قليل من الحرارة. طيب هذا التفاعل هو عبارة عن تفاعل احتراق. طيب لماذا انطفأت النار أولا؟ نعم، بسبب نفاذ كمية الأكسجين في الكأس. إذا الأكسجين مادة أساسية أو عنصر أساسي في عملية الاحتراق. النقطة الثانية، ننظر إلى الجزء المحترق، هل يمكن إعادته إلى ما كان عليه؟ لا، وبالتالي هذا التغير هو عبارة عن تغير كيميائي. النقطة الثالثة، وجود الورقة لوحدها مع الأكسجين لا يحدث احتراق، نحتاج إلى ظرف مناسب أو شرط مناسب وهو وجود الشعلة. إذا لدينا عناصر عملية الاحتراق، من الطلاب عناصر عملية الاحتراق. أولا وجود غاز الأكسجين، ثانيا مادة قابلة للاحتراق، ثالثا ظروف أو شروط مناسبة من وجود على سبيل المثال. إذا أبناء الطلاب عناصر عملية الاحتراق هي وجود غاز الأكسجين، مادة قابلة للاحتراق، والشروط المناسبة. بناء على هذه العناصر أستطيع أن أكتب أو أصيغ تفاعلات الاحتراق، فنقول إن تفاعلات الاحتراق هي التغيرات. إذا تفاعلات تغيرات كيميائية فيزيائية، نعم الكيميائية التي يتفاعل فيها من الأكسجين بمادة أخرى في شروط مناسبة ويرافقها انتشار كمية كبيرة من الحرارة. الآن هذا تعريف تفاعلات الاحتراق، هي التغيرات الكيميائية التي يتفاعل فيها الأكسجين، إذا يتفاعل فيها من؟ الأكسجين بمادة أخرى في شروط مناسبة يرافق ذلك انتشار كمية كبيرة من الحرارة. نأخذ مثال الآن أبناء الطلاب على تفاعلات الاحتراق. نعم، هو التفاعل الشهير الذي نستخدمه في منازلنا، وهو احتراق الغاز المنزلي، غاز البتان. إذا احتراق غاز البتان، احتراق غاز البتان. غاز البتان صيغته C4H10، وهو الذي نستخدمه في المنازل أبناء الطلاب. طيب، ينتج عن احتراق غاز البتان أبناء الطلاب ناتجين رئيسيين، وهما غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، ويرافق ذلك انتشار طاقة حرارية. الآن نكتب نصيغ هذا الكلام على شكل معادلة كيميائية.
غاز البوتان C4H10 زائد غاز الأكسجين هو 2 يعطي ناتجين رئيسيين هما غاز ثاني أكسيد الكربون زائد بخار الماء H2O زائد طاقة حرارية غاز البوتان غاز الأكسجين غاز ثاني أكسيد الكربون بخار الماء زائد طاقة. هل المعادلة موزونة؟ نعم غير موزونة المعادلة، تحتاج إلى موازنة. ننتبه أبناء الطلاب إلى موازنة هذه المعادلة بشكل جيد. يجب أن تكون المواد محفوظة كما ونوعا في التفاعل الكيميائي. الآن هي محفوظة نوعا، فنوع الذرات أنواع الذرات الموجودة قبل التفاعل هي نفسها بعد التفاعل. الآن نحتاج إلى موازنتها من الناحية الكمية. كم ذرة كربون عندنا؟ 4 قبل السهم. لاحظوا أبناء الطلاب قبل السهم 4 ذرات من الكربون، بعد السهم 1، فعلينا أن نضرب برقم 4. طيب الآن 4 ب4. ننتبه أبناء الطلاب غاز الأكسجين نتركه لنهاية الموازنة. الآن كم ذرة هيدروجين عندي قبل السهم؟ 10. كم ذرة هيدروجين بعد السهم؟ 2، فنضرب 5. 10 هيدروجين 4 كربون. الآن نعمل إلى موازنة الأكسجين. كم ذرة أكسجين قبل السهم؟ 2. كم ذرة أكسجين بعد السهم؟ الآن نلاحظ 4 ضرب 2 8 زائد 5 13 ذرة، فهي غير موزونة. كيف أجعل من هذا الطرف 13 ذرة؟ أضرب الآن، انتبه أبناء الطلاب، 13 بكسر 13 على 2، نضرب ب 13 على 2. طيب منظر الكسر في المعادلة الكيميائية منظر قد يكون مزعج للبعض، فلذلك كي نتخلص من هذا الكسر أضرب كامل المعادلة برقم 2، نضرب كل مكونات المعادلة برقم 2. الآن نأتي نضرب هنا 1 نضرب 2، الآن ضربنا ب 2 13 على 2 ضرب 2، إذا 2. فالآن ننتهي من قضية الكسر. 13 على 2 ضرب 2 26 على 2 يطلع عندي 13 زائد الآن أبناء الطلاب 4 ضرب 2 8، الآن 5 ضرب 2 10. نكون بهذه الحالة وازنا المعادلة. لا ننسى أبناء الطلاب تسمية هذه المركبات: غاز البوتان، غاز الأكسجين، غاز ثاني أكسيد الكربون، بخار الماء. الآن لدينا أمر مهم جدا: كيف يتم الكشف عن غاز ثاني أكسيد الكربون؟ طريقة الكشف. ننتبه أبناء الطلاب إلى هذا الكلام: طريقة الكشف عن غاز ثاني أكسيد الكربون، وهو مهم جدا جدا. نعم، يعكر رائق الكلس، مادة كالزلال، مادة رائق الكلس، عندما يمر عليها غاز ثاني أكسيد الكربون تتعكر. إذا ننتبه أبناء الطلاب: النواتج الرئيسية لمادة الاحتراق، احتراق غاز البوتان، هي عبارة عن غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، ويرافق ذلك انتشار طاقة حرارية. نعيد تعريف الآن التفاعل الاحتراق، وهو الجزء الأخير من أنواع التفاعلات الكيميائية. هي التغيرات الكيميائية التي يتفاعل فيها غاز الأكسجين بمادة أخرى في شروط مناسبة ويرافقها انتشار كمية كبيرة من الحرارة. ذكرنا مثال على تفاعلات الاحتراق: احتراق غاز البوتان الغاز المنزلي C4H10 زائد غاز الأكسجين يعطينا ناتجين رئيسيين هما غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، مرافق ذلك انتشار طاقة حرارية كبيرة. كيف يتم الكشف عن غاز ثاني أكسيد الكربون؟ بتعكير رائق الكلس، نمرره على مادة اسمها رائق الكلس، مادة كالزلال، فتتعكر بمجرد وصول غاز ثاني أكسيد الكربون. الآن أبناء الطلاب نكتب مثالا ونحل مسألة على الاحتراق. يحترق 1.6 غرام، إذا كتلة غرام من غاز الميثان احتراقا تاما بالأكسجين وفق المعادلة التالية. طبعا المعادلة أبناء الطلاب موزونة: CH4 غاز الميثان زائد غاز الأكسجين، كما قلنا هو العنصر الأساسي والرئيسي في عملية الاحتراق، وبدونه لا تتم، فيعطي ناتجين رئيسيين هما غاز ثاني أكسيد الكربون زائد بخار الماء، ويرافق ذلك انتشار طاقة حرارية.
الآن ما هو المطلوب؟ حساب أولا كتلة بخار الماء الناتج، ثم حجم الغاز المنطلق في الشرطين النظاميين، ثم بين كيف يتم الكشف عن هذا الغاز. ثالثا عدد، يعني أي حساب عدد مولات غاز الأكسجين اللازم للتفاعل. بداية أبناء الطلاب، هناك بعض المصطلحات علينا أن ننتبه عليها. كلمة الناتج أي بعد السهم، كلمة المنطلق أي بعد السهم، كلمة اللازم أو المتفاعل يعني قبل السهم. ننتبه إلى هذه الأمور. إذا ناتج ومنطلق بعد السهم، لازم ومتفاعل أي قبل السهم. لدينا معلومات مرفقة لهذه المسألة ضرورية جدا تعطى في نص المسألة. O16 الأوزان الذرية أو الكتل الذرية، H1 الكربون C12. هذه لستم بحاجة لحفظها. الآن كيف نحل هذه المسألة؟ أولا أبناء الطلاب ننسخ المعادلة كما هي. ننسخ المعادلة CH4 زائد 2O2. ننسخ المعادلة نسخا، ثم السهم، ثم CO2 غاز ثاني أكسيد الكربون زائد بخار الماء 2H2O. الآن نسخنا المعادلة. هذه المرحلة الأولى في بداية حل المسألة. ننتبه أبناء الطلاب، لدينا 4 كميات أو مقادير أو مواد هي CH4 2O2 CO2 2H2O. الآن أقرأ نص المسألة. يحترق 1.6 من غاز الميثان. إذا هذا الرقم يخص من؟ يخص غاز الميثان. أضعه هذا الرقم تحت غاز الميثان. غاز الميثان هو الذي يحترق. الآن أضعه بالسطر الأول، لا بالسطر الثاني. 1.6 غرام وضعناه. طيب أتابع قراءة المسألة إلى الطلب الأول. أنسى الآن الطلب الثاني والطلب الثالث أبناء الطلاب. احسب كتلة بخار الماء الناتج. فإذا هي قيمة مجهولة. كتلة بخار الماء الناتج مجهولة. ناتج إذا بعد السهم CO2 H2O. هذا هو بخار الماء. طيب إذا هي قيمة مجهولة، فأضعها مقابل الرقم المعطى في نص المسألة. إذا الآن نضع قيمة مجهولة X على سبيل المثال، X أو Y أو القيمة أو الرمز الذي تحبون. طيب الآن نضع خطا، نضع خط. الآن كل عملنا تحت CH4 وتحت H2O. طيب الآن أسأل نفسي سؤال، ما القيمة أو الرقم الذي أضعه تحت CH4؟ أنظر إلى القيمة أو الرقم المعطاة في نص المسألة 1.6 غرام. إذا هو أعطاني غرام، فعلي أن أحسب الكتلة المولية للCH4. طيب لو أعطاني 2 حجم، لو قال لي 1.6 لتر، أضع 22.4 خاصة بالغاز. طيب لو أعطاني 1 مول أضع، أو نص مول أضع عدد المولات. عدد المولات هو الرقم الموجود أمام المركب. هنا الآن 1، ولكن هو أعطاني 1.6 إذا كتلة، فأنا أحسب الكتلة المولية لهذا المركب. كيف يتم الحساب الكتلة المولية لهذا المركب؟ ننتبه أبناء الطلاب. C12 ذرة واحدة زائد، الآن زائد الH1 مضروب 4 زائد 12 16 غرام لكل مول. لماذا لكل مول؟ لأنه أنا عندي مول واحد فقط. طيب الآن نأتي، ما القيمة التي نضعها هنا؟ الطلب احسب كتلة، يطلب مني كتلة، فأنا علي أن أضع الكتلة المولية كذلك الأمر للماء. لو طالب مني عدد المولات كان وضعت هذا الرقم. لو قال لي احسب عدد مولات الماء فأضع مباشرة هذا الرقم هنا. الآن طلب مني كتلة، فعلي أن أحسب الكتلة المولية. نحسب الكتلة المولية للماء. الماء الهيدروجين 1 ضرب 2 زائد 16 18، هاي 18. ولكن كم مول أنا عندي؟ مولين ضرب 2. إذا الآن غرام. ليس من داعي أضع لكل مول لأنه أنا عندي بالأصل مولين. إذا الآن ننتبه، هذا الرقم 2. ننتبه أبناء الطلاب. الآن حصل لدي تناسب كما تلاحظون أبناء الطلاب. 16 على 1.6، 2 ضرب 18 36 على إكس. كيف أحسب هذا المجهول؟ إذا الآن نحسب هذا المجهول. 1 إكس يساوي خط كسر أبناء الطلاب 1.6 ضرب 2 ضرب 18 على 16. نلاحظ أبناء الطلاب للحساب الآن حتى نتخلص من هذه الفاصلة نضرب البسط والمقام ب10. نضرب البسط والمقام ب10. إذا هنا ضرب 10، ضربنا ب10، ال10 تزيح الفاصلة هذه إلى اليمين فيصير عندي 16 على 16.
تروح هذه الكمية مع هذه الكمية، بقي لدينا 10. الآن يساوي، ننتبه بشكل جيد، 2 ضرب 18 36 على 10، ويساوي 36 تقسيم 10. نزيح الفاصلة الموجودة هنا إلى اليسار خانة واحدة، 3.6. ما الذي يحسبه كتلة؟ أحسنتم، وحدة قياس الكتلة غرام. وبالتالي انتهيت من حساب الطلب الأول. الآن ننتقل إلى الطلب الثاني أبناء الطلاب. نكتب بلون آخر. ننسى الطلب الأول. ننتبه أبناء الطلاب، هاتان القيمتان ثابتتان في كل المسألة، 16 غرام لكل مول، 1.6 غرام، ثابتتان في كل نص المسألة. نقرأ الطلب الثاني. احسب حجم الغاز المنطلق، منطلق إذا بعد السهم، في الشرطين النظاميين، ثم بين كيف يتم الكشف عنهم. الآن أين الغاز المنطلق؟ هذا هو، أحسنتم، غاز ثاني أكسيد الكربون هو المنطلق. طيب الآن مقابل 1.6 هنا أضع رمز مجهول وهو V من فوليوم، إذا الحجم. الآن أسأل نفسي سؤال، طلب كتلة أم حجم أم عدد مولات؟ نعم حجم، فإذا أنا مضطر أن أتعامل مع 22.4 لتر. لو طلب مني يا أستاذ عدد المولات أضع هذا الرقم. طيب لو طلب مني الكتلة أحسب الكتلة المولية، هي 12 زائد 16 ضرب 2 32 44، ولكن هو طلب حجم فلذلك أتعامل مع 22.4. كم الرقم الموجود هنا المولات؟ 1، فضرب 1 يبقى 22.4. الآن حصل لدي تناسب جديد أبناء الطلاب، 16 على 1.6 يساوي 22.4 على في. الآن نوجد قيمة هذا المجهول وهو في تساوي خط كسر. لاحظوا أبناء الطلاب 1.6 16، لاحظوا أبناء الطلاب 1.6 1.6 في البسط، 16 في المقام. الآن غرام ضرب 22.4 لتر أبناء الطلاب. الآن نختصر نفس طريقة الاختصار، نضرب ب10 البسط والمقام، يبقى لدينا 10. الآن 22.4 تقسيم 10، نزيح الفاصلة خانة واحدة إلى اليسار، يساوي 2.24. نعم لتر. لماذا لتر؟ غرام تذهب مع غرام فيبقى لدي لتر. طيب الآن طريقة الكشف لغاز ثاني أكسيد الكربون يعكر رائق الكلس. طيب الآن ننتقل إلى الطلب الثالث أبناء الطلاب. ننتبه بشكل جيد. نستطيع أن نكتب المعادلة من جديد أو نتابع على نفس هذه المعادلة. ننتبه الآن. احسب عدد مولات غاز الأكسجين اللازمة للتفاعل. احسب عدد مولات من؟ غاز الأكسجين اللازمة إذا قبل التفاعل. هذا هو غاز الأكسجين، فأضع تحت منه خط. هذا هو غاز الأكسجين أبناء الطلاب. الآن مقابل 1.6 أضع نعم رمز لمجهول N وليكن عدد المولات أو M. الآن هو طالب مني عدد المولات أبناء الطلاب. لو طلب حجم أضع 22.4 ضرب 2. لو طلب مني كتلة أحسب الكتلة المولية لغاز الأكسجين ثم أضرب ب 2، ولكن هو طلب عدد المولات. عدد المولات هو الرقم الموجود أمام غاز الأكسجين هذا. إذا الآن كم الرقم؟ 2، فإذا 2 مول. الآن حصل لدي تناسب جديد، 16 غرام لكل مول، 1.6 2 على N. الآن الطرفين بالوسطين. إذا الآن ننتبه، إن عدد المولات يساوي خط كسر كالعادة أبناء الطلاب، 1.6 في البسط، 16 في المقام، ضرب 2 مول. ننتبه نفس طريقة الاختصار. الآن نضرب ب10 فنختصر 16 مع 16 فيبقى معي 2 تقسيم 10 يساوي 0.2 مول. 0.2 مول. إذا هذه نهاية حل المسألة. نعيد مع بعضنا أبناء الطلاب مراجعة سريعة. إذا درسنا اليوم النوع الثالث من أنواع التفاعلات الكيميائية، تفاعلات الاحتراق. تفاعلات الاحتراق هي التغيرات الكيميائية التي يتفاعل فيها الأكسجين لمادة أخرى في شروط مناسبة. لاحظنا مثال دراسة احتراق غاز البوتان، الغاز المنزلي بالأكسجين، يعطينا مادتين أساسيتين هما غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعكر رائق الكبس وينطلق لدينا بخار الماء
وانتبهنا كيف وزننا المعادلة، ويرافق ذلك انتشار طاقة حرارية، ثم ذكرنا مسألة كاملة عن الاحتراق وهو احتراق غاز الميثان. كان هذا درسنا أبناء الطلاب لهذا اليوم، وبالتالي نكون قد أغلقنا الباب على أنواع التفاعلات الكيميائية. نتمنى لكم التوفيق.